صباح الخير. النهاردة أول يوم ليا إن أنا هخرج إن شاء الله في كندا. أنا قاعد في كيتشنر. هنزل كده أتفسح وأشوف شوية محلات كده جنبي، لقيتها على بعد حوالي 2 كيلو، فحوالي مثلا نص ساعة مشي على رجليا. أنا مش حابب أركب المواصلات لسه وكده، فقلت أتمشى عشان أتعرف على المدينة عاملة إزاي. أه طيب، فخليكم معايا في الفيديو نشوف الدنيا هتمشي إزاي. أه شكل المدينة، المحلات. أه في محل هروحه ده كنت عاوز اروح بتارجته، اللي هو دولاروما. ده بيبقى معظم الحاجات فيه ب$، $2، $3، ماكسيموم بيبقى $5. فا I prefer ان انا اروحه واشوف الدنيا هناك عاملة ازاي، واصور لكم كل حاجة هناك وانا رايح، حتى الطريق، ايه الحاجات اللي قابلتها، ايه اللي هناك، الاسعار موجود فيه ايه، الحاجات دي كلها، ونشوف مع بعض. ان شاء الله نتبسط، ودي هتبقى سلسلة جديدة عن يعني بدايتي في كندا، في كيتشنر ووترلو، وهنشوف الدنيا هتمشي مع بعض ازاي ان شاء الله. ويعني انا هنقل لكم الاكسبيرينس كاملة، لو حد جديد في كندا، ايه الحاجات اللي بيشوفها وايه التفاصيل هناك، يعني الدنيا ماشية ازاي من الاخر يعني. فخليكم معايا طول الفترة اللي جاية، وان شاء الله نحاول نتبسط مع بعض ونشوف. يعني دي اول فيديوز ليا، فنشوف مع بعض الدنيا تمشي ازاي، وان شاء الله نبقى مع بعض مكملين على طول ان شاء الله يا رب. برضو نسيت اقول لكم على حاجة مهمة. احنا درجة الحرارة تقريبا حوالي -2. درجة الحرارة مش وحشة، يعني -2 هنا درجة الحرارة كويسة. يمكن بس يعني الدنيا مثلا مقارنة بالقاهرة او مصر ممكن تكون اسقع شوية، بس الهوا هنا لذيذ شوية، مفيش هوا، فتحس ان الدنيا ابسط شوية عن القاهرة من حيث الساعة يعني. هو لحد دلوقتي بس انا سمعت ان هي ممكن توصل -10 و -12 وارقام كبيرة، بس ده مش في معظم الوقت، ده في اوقات معينة من الوينتر، في شهر 1 و2 يعني. فان شاء الله يعني ما توصلش كده لان الموضوع هيبقى صعب اوي بالنسبة لي، مقارنة بمصر يعني، فالدنيا هتبقى صعبة في التلج ده. طيب يا جماعة، يعني النهاردة أول يوم أخرج فيه في كندا. بس بصراحة يعني الجو بصراحة هنا يعني هو ساقعة وكل حاجة، بس يعني برضو في مناطق في القاهرة البرد بتاعها بصراحة بيجي في العظم يعني. ف يعني أنا بصراحة يعني الدنيا لحد دلوقتي مظبوطة، مش رخمة. دلوقتي أنا قلت أتمشى، وأنا في الطريق لقيت اللايبرري دي، فقلت أخش أشوف هي فيها إيه، يعني تمشي إزاي. خلينا نخش جوه نشوف. ده المدخل بتاعها اهو، او لحد ما يثبت ان هو غلط يعني، واحنا لحد دلوقتي تايهين، فبنحاول نشوف المدخل بتاعها فين. هو غالبا ده. طلع المدخل بتاعها طبعا غلط، فخلينا نخش نشوف المدخل التاني، نشوف هو ده المدخل بتاعها ولا لا. هو ده المدخل بتاعها، وصلنا له. هنشوف بقى هنعمل ايه جوه فيه. هي طلعت هي اللايبراري، واحنا دلوقتي بنلف فيها نشوف فيها حاجة أو كتب وكده، بس هي شكلها لذيذ يعني. فيها كافي فيها كذا حاجة يعني، بس هي منظمة جدا. قلعت الكاب والسكارف، لأن هنا كل حاجة زي ما انتوا عارفين هيتد، يعني الموضوع هيبقى صعب لو أنا فضلت لابس الكاب وكده. يعني لحد دلوقتي experience في اللايبرري لذيذة يعني، ونضيفة. ويعني أنا ماليش في الكتب أوي، بس مراتي بتقولي إن الكتب هنا فيه كتب كويسة جدا وكده. ف... فخلينا نكمل مع بعض ونشوف في ايه يعني. لقيت بقى حاجات حلوة أوي هنا، DVD CD، بس كل الأفلام تقريبا اللي موجودة ممكن تلاقيها أصلا، تفكر إن هي موجودة ولا لأ. لذيذة يعني، في حاجات كتيرة أوي. ده كله DVD CDs،
شارلوك هولمز سيزون 4. في طبعا شايفين في حاجات كتير اوي. اوكي خرجت دلوقتي من اللايبرري وهروح دلوقتي بقى محل اسمه دولاروبو. لو انا نطقته صح، يعني هو كل حاجة تقريبا less than $10. فانا يعني هروح كده واشوف الدنيا هناك واصور لكم برضو معايا الدنيا تمشي ازاي. اوكي دلوقتي انا في الطريق رايح، بس في حاجة بقى خدت بالي منها طبعا يعني مش متعودين عليها في مصر. هنا حتى لو مفيش اشارات في التقاطعات او كده، انت بتلاقي يافط مكتوب عليها ستوب، وسنس انك لقيت يافطة عليها ستوب هو بيبقى مجبر ان هو يقف، حتى لو مفيش حد بيعدي سواء واحد او عربية، هو مجبر ان هو يقف ويبص. طيب لو ملقاش مثلا عربية معدية، خلاص هو ساعتها في الكيس دي يعدي، انما لو لقى عربية مثلا معدية او حد معدي هو مجبر ان هو يقف. بس في كده الحالتين في او مفيش، هو برضو بيقف سنس ان هو لقى اللوحة دي. بصوا يا جماعة، ده يعني حاجة لفت نظري وانا ماشي في الطريق. ده ريفر، بس هو متجمد من كتر ما الدنيا ساقعة وفي سنو وكده. ودي البيلدينجز، وهنا الستورز بقى بدأنا نوصل ليها. وأول ما أروح هناك هقول لكم في إيه هناك في السنتر ده. أوكي أنا كده وصلت للسنتر اللي فيه هايبر ماركس وبنك وريستوران، وده تيم هورتنز، ده أشهر حد بيقدم كوفي في كندا أو I think في أمريكا يعني. وده دولاروما، وده هنخش دلوقتي تيم هورتنز عشان ناخد كوفي بقى نكافئ نفسنا بعد المشوار الطويل ده. في حاجات كتيرة انتوا شايفين ممكن تزوروا. في دوناتس، في برضه منيو دو بيتزا دو كونسون، عندهم حاجات كتيرة يعني في تيم هورتنز. في كرواسون، في دوناتس أشكال كتيرة وحاجات كتيرة. أنا مش عارف ايه الحاجات الصغيرة دي، بس يعني شبه اللي عندنا في مصر الزرابية، بس يمكن حد يضحك عليا يتريق عليا. دي أنا بردش ممكن برضه لذيذة أوي، بس إن هي أيكونيك كده نفسها. طلبت دونات دلوقتي، وبصراحة هي يعني ما كنتش باكل دونات في مصر للأسف، فيعني لا طعمها حلو يعني. هي شبه الجليزد اللي في كريسبي كريم، بس يعني هي أحلى بكتير بصراحة، أحلى في كل حاجة، في العجينة وفي السكر اللي عليها. يعني هناك الجليزد السكر اللي عليها تحس إنك كنت بتاكل كده حاجة ماسكة كده ملهاش طعم يعني، عارف يعني أكن مثلا السكر نشف عليها وخلاص. هنا كمية السكر مظبوطة مع القطمة نفسها، مع اللقمة يعني نفسها. فبصراحة كانت طعمها حلو أوي يعني هي رهيبة بصراحة، رهيبة أوي يعني. أنا طبعا ماليش في الكوفي والحاجات دي، فمش عارف أريت الكوفي أو مثلا أقول ده الكوفي ده حلو أو وحش. بس هي مراتي بتقولي إن هو لذيذ جدا يعني، وطعمه حلو ومفيش يعني مفيهوش غلطة بصراحة. فكان نفسي اعرف اريت الكوفي، بس للاسف الموضوع صعب قوي بالنسبه لي. انا ما بحبش طعم القهوه، ودي ناس كتير هتنتقدني فيها، بس انا فعلا ما بحبش طعم القهوه يعني. اكمل معاكم رحلتي كمان شويه ونشوف هنعمل ايه بعد ما نخلص اكل. سلام. خلصت الدونات وكده، وبصراحه شربت برضو شاي بلبن يعني. فدلوقتي بقى رايح يعني
رايح بقى اخش المول اللي هو دولاروما، وهنشوف كده في ايه الدنيا جوه. اتمنى يكون لذيذ يعني ونتبسط سوا. اوكي، خلينا نشوف. ده سيكشن تاني، في برضو حاجات يعني في اللي هو الورق اللي هو البلاستيك اللي بيلف بيه ساندوتش وكده. في حاجات تويلت اللي هي المناديل. اوكي، تيشوز كلها. هو طبعا في يعتبر كل حاجة، بقية حاجات التويلت كلها. شماعات، ده مساحي اللي هي حاجات غسيل وكده، اللي هي بتاع الهدوم وكلور. في الجلوفز بتاعت التلج، في اللي هي السبيرز، وفي كده اللي هي الكابس اللي هي بتلبس عشان التلج وكده. وفي يعتبر كل حاجة لها علاقة بالتلج والحاجات دي برضو. دي حاجات الكريسماس. في برضو توك هنا، وفي شرابات بأشكالها كلها. وفي هنا حاجات اللي هي بتاعت الضوافر للبنات وكده. وبعدين في فرش. الحاجات دي يعني سعرها يعني أعتقد متوسط $5 $4 الحاجات دي، فأعتقد سعرها متوسط. برضو الشرابات هتلاقي عندك الطقم تقريبا $5. في حاجات أرخص شوية ب3، بس ده الواحد بس. في حاجات لوحدها ب$4، فأعتقد مثلا الطقم ده ممكن يكون كويس، بس ده السايز بتاعه أصغر شوية للكيد. وممكن تلاقي حاجات 3 يعني، في حاجات ب4. وفي الأطفال 1.5. في حاجات كتيرة يعني. وفي شرابات اللي هي بتاعت بابا نويل والحاجات دي اللي هي بتاعت الكريسماس $4. يعني في يعتبر معظم الحاجات هنا في المول هنا. خلينا نشوف السكشنز التانية فيها ايه. في شراب عجبني، حبيت اوريها لكم، المكتوب عليه I have the remote I don't need you. لذيذ اوي برضه، يعني في حاجات لذيذة بصراحة. في هنا شنط قماش وكده. تمام، ايه لازمة الشنط دي؟ انت هنا في كندا لما بتيجي تشتري من السوبر ماركت، اشتريت برضو حتى لبس من H&M، اشتريت من اي مكان لبس، مش بيديك زي مصر كده في كيس مثلا يقولك خد اللبس بتاعك. لا، انت لما بتشتري الشنطة من عندهم، الورق حتى او غيره، بتدفع سواء مثلا 50 cents او 25 cents whatever بقى، بس بيبقى ليها فلوس. فعشان كده معظم الناس بتجيب الشنط البلاستيك او الشنط اللي هي الورق دي، وبتفضل معاها وتشيل فيها كل الحاجات، سواء بقى من السوبر ماركت او اللبس بتاعها يعني. في هنا مكان حلاقة، الافريج يعني هنا في مكان الحلاقة مثلا من $3 ل$4 تقريبا، ده الافريج.
يعني جيلات بلوتو الحاجات دي بتاعت $4 يعني. في هنا معجون السنان برضو، في هنا وايبس، في هنا اللي هي الحاجات بقى بتاعت البنات اللي هي الكريمات والحاجات دي. في حاجة بقى اتفاجئت بيها انا داخل الممر كده، لقيت تقريبا يعني انا كل انواع الشيبسي اللي موجودة ممكن تشوفها في حياتك في الممر ده. يعني في كمية حلويات هنا وشيبسي رهيبة بصراحة. يعني انتوا مش متخيلين المنظر، بس يعني ممكن الكاميرا ما تبينش قوي، بس فعلا في كل حاجة هنا، في كل حاجة هنا في الشيبسي والحلويات يعني بجد. في العصاير، في كل حاجة. ف يعني لا يعني انتوا مش متخيلين المنظر معايا بصراحة. بس يعني هنا المنظر، يعني انا عاوز اخد كل ده معايا وانا مروح البيت بجد. الافريج الحاجة هنا يعني من $1 ل $4 كده يعني ماكسيموم يعني. في حاجات برضو اغلى عشان برضو ما حدش يقول ان انا ببالغ، بس يعني لو انت بصيت هتلاقي حاجات هنا $1، $2، $3 كده يعني. ف الافريج يعني كلها من $1 ل$3 ل$4 بالكتير اوي يعني. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، بس يعني انا محتاج اروح دلوقتي عشان اشوف الشيبسيات اللي هنا دي اعمل معاها ايه. دخلت برضو الممر ده، لقيت فيه يعني ده فيه برضو الحاجات المعلبة وكده والتوابل، وفي بسكوتات اهي. في حاجات حلوة برضو، في السناكس برضو. هنا في الحاجات بتاعت كنور. في برضو اللي هي التونة هنا يعني بصراحة لسه ما جربتهاش قوي، بس يعني جربت واحدة كده كانت لذيذة. يعني هي واحدة بس اللي جربتها، انا مش فاكر اسمها قوي بس كانت لذيذة. لحد هنا ده الكورن فليكس هنا برضو مش غالي قوي، من $3 أو $2 بالكتير ماكسيمم. دي نودلز هنا. النودلز هنا في كندا بقى فيها فرايتيز كتير يعني بصراحة. يعني أنا يعني كنت بروح مصر ما بلاقيش مثلا إلا نوعين 3 والباقي مستورد. لا هنا بصراحة لما حتى دخلت السوبر ماركت من شوية يعني برضو ما كنت صورته، كان في فرايتيز من نودلز كتير أوي يعني. فيعني دي معظم الحاجات. اوكي، دي مكرونة برضو هنا مش غالية قوي، عادة $1 ماكسيمم كيلو تقريبا. I think $3. ده اكتر حاجة شفتها. وده ممر برضو فيه كتب في البداية خالص وشوية بازلز والحاجات دي والألعاب دي. وهنا شوية ألعاب للأطفال قدام لو شايفين كده شايفين. وهنا حاجات المكتبة موجودة، دي حاجات المكتبة اهي. اقلام بقى كشكل الحاجات دي كلها موجودة. ودي برضه الكترونكس حاجات كده بسيطة. دي مشروبات. دي حاجات هنا للكريسماس، الكوبايات. هنا بصراحة المول فيه يعني المكان دولاروما ده فيه كل حاجة حرفيا يعني هو فيه كل حاجة من مستلزمات البيت، مش أكل وشرب وكده، لأ هو فيه كل حاجة من مستلزمات البيت. يعني هو حرفيا لو انت جيت مثلا محتاج أي حاجة للبيت، سواء بقى مثلا يعني منظفات أي حاجة، حاجات مكتبية مثلا الكتب، سوري الكشاكيل، الحاجات الأقلام، الحاجات دي هو في كل حاجة حرفيا. فأي حاجة انت محتاج من الحاجات دي هتلاقيها. خلينا كده نشوف بقى نكمل هنا الشوبينج ونشوف هنعمل ايه، واشوفكم وانا خارج. اوكي، في حاجة انا لقيتها هنا لازم اوريها لكم والمصريين كلهم هيفرحوا بيها. في بلي يعني البلي ده $1.50. يعني عشان بس لو حد حس بالوحدة في مصر هو هيلاقي البلي عادي يعني هو هنا في كندا هيلاقي بلي عادي.
طيب احنا دلوقتي يعني هنا رحلتنا من دولارونو، وهتشوف كده بقى هل هناكل ولا هنتمشى ولا هنعمل ايه. في هناك شوية محلات فكده انا عاوز ابص عليها برضو، وغالبا بعدها هنروح البيت وهصور لكم واحنا مروحين الطريق بتاعنا. الواحد دلوقتي في طريقه ان هو يروح، بس الجو ساقع شوية. احنا وانا رايح الصبح كان الجو لذيذ شوية، بس دلوقتي سقعت معرفش مالها. بس الدنيا تمام يعني الجو برضو تقدر تستحمله يعني. هو بس وشك وايديك اللي بيسقعوا شوية لو انت لابس كويس يعني.